السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نقول لكم صحه رمضانكم وتصوموا ان شاء الله بالصحه والستر، وان شاء الله هذا رمضان يدخل علينا بالصحه والستر. اليوم جبت لكم الوصفه تاع الشربات التجاريه. كنت ديجا درت لكم الوصفه تاع الشربات الطبيعيه، راح تصيبوا الرابط تاعها في صندوق الوصف. واليوم جيتكم بالشربات التجاريه اللي نشروها برا، كاين اللي يديروها في ساشيات وكاين يديروها في القرع. درتها لكم باربع اذواق. الاولى لازم تكون شربات القاعده، من بعد هي اللي نكهوها. ونروحوا مباشره للمقادير اللي راح نسحقوهم في الوصفه تاعنا وطريقه التحضير. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ راح نحتاج حبات تاع القارص يكونوا ملاح واللي يكون فيهم الجو، يعني ما يكونوش ناشفين. ونحتاجوا الى 450 غرام تاع السكر رطل، نحي منه واحد زوج مغارف كبار. نسحقوا ربع كاس عفوا تاع الحليب دو بريفيرونس يكون كونتيا. ونسحقوا لاسيت سيتريك مغرفه صغيره 10 غرامات. وراح نحتاج لهاد المنكهات، هما ماشي منكهات يقولوا لهم مستحلب، يعني عندنا مستحلب الليمون، مستحلب البنان، مستحمل بالاناناس، الذوق اللي تحبي تستعمليه تشري المستحلب. ما تشريش هذوك لي زاغوم اللي وفين نخدموا بهم في الكاطو. والاساسي اللي نسحقوه هو هذا الصفر، يقول هذا اني وريته لكم، تجي لا كولور تاعو صفرا كلير من الداخل ويجي ثقيل. بالفرنسي يقولوا له ايمولسيون. كاين ايمولسيون سيترون ولا ايمولسيون كاع لي غو اللي نسحقوهم. ونحتاجو تانيك 3 قرع تاع الماء، عفوا 3 ريتلات تاع الماء. راح تصيبوا الا كان غلط ولا راح تصيبوا كل شيء في الصندوق الوصف، المقادير مضبوطه. الحاجه الاولى اللي نحتاجوها وشنو هي؟ راح نحتاجو راح نعصروا القارص تاعنا دو بريفيرونس. الا كان عندكم هذه بريس ارغوم تعصروا بها، باسكو هذه تعصر مليح، ماهيش حتخلي لكم قطره في ديك الحبه تاعكم. هنا انا عصرت واحد 5 حبات هكذايا، عصرتها. كي كملت واش درت؟ راح جبت الكاس تاعي اللي حنعبر به، يعني حنعبر به اللي هو هدايا. هنا درت جاتني ابوبري واحد كاس معمر، بصح انا راني حنصفيها، يعني الكميه حنخدم بها 2 خطرات. الكميه اللي عطيتكم هنايا في لا فيديو هي تاع 3 لترات. كيما انا 3 لترات يشدوا لي يومين، كل عائله ولا لو نوبر تاعها، وكل عائله وشحال يستهلكوها في اليوم. دونك هنا درت واحد 5 حبات، باسكو هنا القارص اللي راه عندي ماشي كبير بزاف، جاي شويه صغير. دونك درت 6 حبات، دارت لي كاس. واش انا راح نديرو؟ نروحو نحكمو ريسيبيون دو بريفيرونس، خدموها في حاجه اينوكس ولا زجاج. نعمرو فيه، شوفوا هي 2 مراحل، باسكو عندنا القارص لو جو وعندنا الحليب، كي يتلاقاو في 2 راح يتقطع هذاك الحليب، يعني شغل يخسر يقرص. واش حنديروا؟ الحاجه الاولى، المرحله الاولى نحكموا الريسيبيون تاعنا ونعمروا فيه 3 لترات تاع الماء تكون كامله. نزيدوا فيه السكر، الكميه كامله تاع السكر، ونزيدوا هذاك ربع تاع الكاس تاع الحليب. شوفوا انا عطيتكم بالتفصيل وانا نهضر غير بشويه، باسكو كاين وين يقولوا لي ما نفهموش مليح كي ديرينا لي غوسيت تاعك. ونقعد نخلط هذاك هذا المزيج الاول، نخلطه مليح بالفوي ولا غير بمغرف باش يذوب هذاك السكر. والمرحله الثانيه راح نجيب الريسيبيون اللي كنت عبرت فيه لاسيت سيتريك يتباع عند لوازم الحلويات. كي تشرو ما تشروش بزاف، شرو بالديميل ولا حتشد لكم بزاف. هذاك لاسيت سيتريك راح نزيد فيه نص كاس تاعي تاع القارص اللي كنت صفيته، ونزيد فيه ونحرك حتى ندوب هذاك لاسيت سيتريك في لو جو دو سيترون. كي نشوفو داب نروح نجيب المغرفه كبيره ونعبر بها لاغوم سيترون، ايمولسيون سيترون، مستحلب الليمون، ماشي مستحلب الليمون. نحركها مليح ونزيدها ديريكتومون في الخليط الاول. حنا علاش نحركوها؟ باش ندوبو هذاك لاسيت سيتريك، من بعد نزيدوها للخليط الاول. كي نزيدوها في الخليط الاول ما حيصرا والو، يعني ميم الحليب تاعنا ماش حيخسر، باسكو ديجا رانا خلطناه وصا يدخل في مع الماء وكل شيء. عليها نديرو كل واحد وحده. نخلطها كامل ونعاود نحركها بلو فوي تاعي حتى كامل المكونات يتمازجوا في بعضهم. هذه هي الشربات القاعده، هذه اللي راح نخدموا ديغو ديفيرون. تحبي تخليها هكذا تزيدي لها غير دي طرونج دو سيترون، ولا تنكهيها
بإيمulsion يعني بالمستحلب أي فاكهة، حبيتي بانان، فريزة، أي مستحلب. أنا هنا درت بالبنان ودرت بالسيترون، السيترون هذا اللي يجي صفر حامق كيما اللي نشروه برا. نعاود نقول ماشي لي زاغوم اللي نستعملوهم في الحلويات، هادوما يقولوا لهم ايميلسيون مستحلب. يعمروا لكم بالقلعه هذيك تاع ديميل. هنايا نحكم الاخرى، وكل كاس درت فيهم غير فا كبيره. درت تاع السيترون قلت لكم اللون تاعو اصفر، ودرت تاع الموز اللون تاعو جاي هكذايا. ومن بعد هادي حنكبها في الليتره تاع الماء. وزدت الذوق الرابع، كان عندي شويه تاع هادوك لي زنانا هادوك اللي نشروهم في لي بواط في كونجيلاتور، درت اون طرونش خلطت معاها كاس تاع الماء تاع الشربات القاعده، ودرتها في البلندر تاعي، خليتها تدور مليح وعمرت الكاس تاعي. صدقوني هاد الوصفة شوفوا ناجحة 100%. ومام كاين اللي تبغي تخدم بيها ولا تقدري تخدمي بيها، باسكو غير كيما تاع برا ما فيها حتى هذيك، ما فيها حتى تعقيدات، الخدمه تاعها كيما راكم تشوفوا سهله ماهيش حاجه كبيره. هنا عمرت الكاس تاعي وزيد حطيته مع الكيسان الاولين اللي كنت درتهم. دونك تحصلت هنا على 4 انواع من الشربات ولا 4 نكهات مختلفه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم راه تكون عجبتكم، والفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش الاشتراك بالقناه ومشاركة الفيديو مع كاع الناس اللي تعرفوهم. نتمنى لكم نهاركم يكون مليح، ونقول لكم صحة فطوركم، وبقاو على خير في فيديو جديد.